من هذه المظاهر ما نلاحظه أمام بعض المؤسسات التعليمية، لا سيما المتوسط والثانوي وبعض الأحياء الجامعية للبنات والجامعات، أن بعض الشباب المتسكع في الشوارع، يعني بمجرد بداية العام الدراسي تجد هؤلاء الشباب للأسف هذا همهم وديدنهم، يتجولون عند أبواب المؤسسات التعليمية ويتحرشون ببنات الناس، سواء كانوا راجلين على أرجلهم أو على دراجات نارية أو حتى سيارات آبائهم. تجد الوالد يمد سيارته الابن وعارفه باللي ماهوش ملتزم وماهوش محافظ ولا يبالي. السيارة نتاعك تايا شقيت ربما عمر كامل باه درت سيارة تمدها لواحد سفيه يركب مجموعة من السفهاء من أصحابه، والطيور على أشكالها تقع، ويبدأوا يدوروا ببنات الناس. لا أقول كالنحل ولكن أقول كالذباب. وهذا واحد يعني مرئي، ولا سيما في المدن الكبرى. فالتوجيه لهؤلاء وللبنات أيضا، والمنصفون المستمعون يعني اللي يقولوا الحق يعترفون أن هذا صواب، لأنه منطلق من واقع معيش. أولا الشباب اللي راهم يتسكعوا بهذه الطريقة يتحرشون ببنات الناس، فليحذر أن الجزاء من جنس العمل. كما أنت تفعل وتزعج وتحرج بنات الناس وتعبث بأعراضهم، ستكافئ بل ستعاقب بمثل هذا في عرضك، سواء أختك الآن أو ربما تنسى، لأنه بعض الذنوب تنسى. ربما من على 20-30 سنة تكون عندك فتاة وتتعرض لمثل ما كنت تفعل، وربما في ذاك الوقت تنسى تقول ابن عمي أنا وش درت، ولكنها عقوبة أخرت. أرجو أن ينتبهوا إلى مثل هذا. صحيح أمر طبيعي أن الإنسان قد يعجب بامرأة والشهوة مبثوثة في الإنسان ولو مجرد النظر، ليس بالضرورة أن تقع الفاحشة الكبرى، مجرد النظر والكلام والاستمتاع هذا شيء طبيعي، ولكن هذا هو الذي يفرق بين إنسان ملتزم بالدين وبالأخلاق وإنسان منحرف. وطبعا عند الفقهاء راح يصنف باللي فاسق، يعني لأنه أباح لنفسه أن يتعرض لبنات الناس، سواء كنا يعني طالبات ولا تلميذات ولا أستاذات ولا، لأنه الأمر يعني ليس له حدود، وهذا واقع لا ينكره أحد. فهمت؟ الرسالة الموجهة طبعا نبقى مع هؤلاء الشباب وآبائهم. كما قلنا أنت إذا شريت ابنك موتوسيكل كما يقولوا ولا فيسبا ولا موتو ما يهمناش سنطر ولا تكون عندك شوية انتباه، تسقسي عليه وراه يروح مع من راه يمشي. إذا لقيته يعني يفعل مثل هذه الأشياء فتأكد راح يجيب لك مشاكل. وإحنا ماذا بينا إحنا بالعادة يعجبنا الحال لما نشوفوا دوريات الأمن الشرطة ولا الدرك ولا المختصين، لأنها قطاعات مختصة، يطوفوا عند أبواب المؤسسات التعليمية، سواء من أجل هذه الظواهر ولا من أجل اختطاف الأطفال. ماذا بينا طبعا راح يكون لهم شغل، ولكنه أمر طبيعي يعني لحماية المواطن. ثانيا الرسالة موجهة إلى البنات أو الطالبات. حتى أنت إذا لبست لباس مثير ومكشوف وضيق فكأنما تستقطبين هؤلاء، قال يا ناس شوفوا لي راني جميلة ولا جذابة ولا كذا. السؤال المطروح إذا كان من أجل الزواج تتقبل تزوجي بواحد فوايو كما هذا ما هوش زواج. صحيح ذاك الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام جاليه قالوا يا رسول الله أني خطبت امرأة، قال اذهب فانظر إليها تشوفها صحي تعجبك ولا لا، مش غتسمع بها تروح تخطبها. فتشوفها ربما تتبعها من بعيد بنظرك لتتأكد مثلا أين تذهب وكيف تمشي، هذا فقط. أما أنت تفوت بالموطو هكذا رايح قدامها الدور كي الآخر فهذا سوق ذر، هذا موش تاع رجال. كما قال تعالى وأتوا الأبواب من بيوتها. وانت اللي تفكري باللي إعجاب الشباب بك دليل على أنك في مستوى ولا راكي جميل، هذا خطأ. هذا ما هوش بهذه الصورة. هؤلاء لا يريدون إلا متعة عاجلة، ابتداء من النظر والكلام ووصولا إلى الفاحشة الكبرى. ما كان له نمد أمثلة رويت إلي، لأن الناس جامعيين ودرسنا في عدة جامعات وشفنا أحياء وكنا في مدن كبرى. صافي أنا على مطلع جدا، مطلع أقول جدا، لأنه علاه نقول لك أخي تقول لي كاينة، نشوف الناس يقولوا كاينة منها، خطاش كون واحد يوسي هكذا ما كاش منها نولي نزرع أنا، نولي نذكر لك حوادث الصراط ونزيد أكثر، نزيد نسميك جامعات ونسميك الأحياء ونسميك، فلا أريد أن أخوض في هذا.
أنا راني مش طحت من زاوية، طحت فوق منبر، راني مريت على هذه الأمور وأعرف الواقع المعيش. لا نريد أن نهول، ولكن الحذر مطلوب واليقظة ضرورية. ما تكونش أنت مغفل، قال أنا بنتي راها في الجامعة، المهم أنا متهني منها، وربما تروح حتى للخارج وأنت راك مطمئن وراقد، تبقى امرأة. فيما يروى أن فاطمة رضي الله عنها تبعت جنازة، فجاءت في المساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له تبعت جنازة، قال لعلك بلغت الكدى، واحد بلاصة هكذا شوي بعيدة. قالت لا، قال أما إنك لو بلغتيها لم تفلحي أبدا. فالعلماء وش استفادوا؟ قال لك شوف، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، العفيفة الطاهرة، قل فيها ما شئت من أوصاف الخير، وأحب الناس إلى رسول الله. ومع هذا أعطاها واحد التنبيه، قال شوف يا بنتي بالك كذا وكذا، أعطانا واحد الرسالة. أو كاين بعض الناس على النية تاعو أنا بنتي مش قضية ضامنها، هي كاينة وين تخدع، كاينة وين تغر، وكاين حوادث صارت، يعني ماشي هنا نروي في التاريخ، ولكن حوادث تاع بنات عفيفات من ولايات محافظة ودينات راحوا بعد ولقوا الانطلاق والحرية، فيعني غروهم بعض البنات ودوهم إلى طريق الرذيلة وطريق الانحراف. فأقول أوجه رسالة إلى البنات والطالبات، أنتيا حتى وما كش محجبة، أنا إنسان واقعي، أنا نقول لك بس الحجاب شرعي، ولكن حتى وما كش محجبة كاين بعض الألبسة تدل على أنك ما كش متدينة وما كش أو متهمة، نقولوا يجعلك متهمة حتى لا أقول شيء آخر. وأنا سمعت في بعض الشوارع شابان فاسدان، واحد قال واحد شفت فلانة اللي لابسة كذا، باينة باللي كذا، باينة باللي كذا، وبالتالي سيطمعون فيك. وأبائهم ثاني تكجي دخول مدرسي ثانوية الجامعة، شوفوا اش تشري لبنتك، هاكي روح اشري لبنتك دبر روسك، مخطيوني برك، أنا نحب الصوص، أنا رايح للجامع، روح نقرأ شوية، حبيت نقرأ سورة الكهف اليوم، وراح نختم المصحف، أعطيها مليون ولا زوج، تروح الفيترينا تشري ما شاءت، وباك غدوة يشوفها سعدي بنتي ولات امرأة، ولا لابسة عند الركبة، ولا سروال مزير، وعلاه اللباس اللي يبان اللباس الداخلي نتاعها علاه. وبعد ربما تجي فايت بارازار، تشوف واحد هدر معاها ولا رمى لها كلمة ولا يشوفوها الناس، بالك النيف تاعك يولي فيه 2 مترات، ولكن انت المتسبب، راك شريتها لباس مثير وسمحت لها بالتكشف وخليتها تخرج من الدار مكي، هذه راح تقرأ ولا راح العرس؟ يعني حتى اللباس المرأة مع النساء تخرج مستورة، وكي تلحق العرس تتكشف في حدود الشرع حتى مع النساء. فما بالك انت يا رايحة، انت يا زوجتك عاملة ولا بنتك طالبة ولا دارسة في الثاني بالغة، يعني من المتوسط روح ثانية ثالثة رابعة حتى الثانوي كذا، وبعدين دايرة أحمر الشفاه ودايرة الكحل وكذا، هذا لباس مثير، وهذا زينة مأمور بسترها منهي عن كشفها. أرجو يا أخوتنا أبائنا وأمهاتنا وغير ذلك وبناتنا أن ينتبهوا إلى هذا. نحن مجتمع مسلم فاضل، لا نريد، لأنه إحنا على فكرة البارح كنت مقصر مع صديق، قلت له شوف من الخطأ، أنا دائما نقولها، ما نسموش المتبرجة سيفيليزي يا جماعة، لأن هذه رانا خدعنا البنات ووهمناهم باللي التطور في التعري وفي التكشف. التطور ولا في إنسانة تلبس إلى الركبة والصندلة فيها خيوط طالعين، والله لباس شفافة ولا لباس، يعني هذا ليس بتطور إلا الإطلاق، هذه استنان بسنة إبليس. واضح؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورة المأمور بسترها اهتداء بسنة الشيطان الرجيم. فهذه نصيحة من مشفق محب، وحتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى من هذه الظواهر. ماذا بنا أن نتجنب هذه الأمور ونحافظ على أعراض الناس وأعراض أنفسنا، لأنك إذا كنت لا تبالي بعرضك ولا تبالي ماذا يقول الناس فيك، إذا لا تلومن إلا نفسك. ما راش نقولوا الآخر عندك الحق لما تبرجوا البنات، عندك الحق تروح تتحرش بهم ولا لا، هذا محرم وظلم ولا يجوز بوجه من الوجوه، وليس لك بعذر. ونقول لهؤلاء الاحتشام والاستقامة على الأقل، حتى ولم تكن محجبات، تكون لباس يعني محتشم.
طبعا هنا ثاني ننتبه الحاجة، كاين مؤسسات تعليمية ومديرين ومديرات وماضرات ومراقبات راهم يتكلموا مع البنات، رانا في الميدان يجي جوز يقول لهم لي جفو لاشي الشعر ما تطلقيش متسرح وما ديريش الماكياج، ومرات يكون لباس مكشوف يستدعوا اهلها، وكاين وين اهلها قالت لك بنتي تلبس واش حبت، بنتك تلبس هذا حرم ثانوي ولا كاين قانون داخلي. ديجا اصلا احيانا لما تستدعى اولياء نتاع بنت مثلا ولا حتى ولد، سواء اجل تسريح الشعر ولا لباس ممزق ولا، يجي الاب تاعو تلقاه اكثر منه، بعد نقول والله ما عارفين واش اللي ننصحوا هذا ولا هذا الكبير، ولا فتاة متبرجة تجي امها شبه عارية وتزيد تحل في فمها وتقول لك بنتي تلبس تحب، باباها شافها وامها شافتها، ما لا يقولها المدير اللي يعرف القوانين وعنده قوة شخصية يقول لها ما هزي بنتك وخرجي برا عليا يلا يلا، والله يجيب بارون ديلاف لابس برميدة، ولي تلميذ لابس شورت، تايا كيف نديروك تايا؟ نستدعي ولي امرك ثاني، نعيطوا لجد الطفل يجي ثاني نقولوا له ربي وليدك شويه. فقلنا ان لابد من هذه الامور، وهي موجوده في القانون الداخلي تاع التربيه والتعليم على فكره، موجوده ريغلومون انتيريور باللي اللباس لازم يكون محترم ومحتشم.